السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنقول لكم هنعمل مع بعض النهاردة طريقة القعدة البيضاوية بأي مقاس، وازاي هنتعلم نعمل القعدة البيضاوية بأي مقاس احنا عاوزينه بطريقة سهلة ومبسطة. تمام كده. قبل أي حاجة عاوزين نقول هنعمل المقاس الدايرة ازاي. مثلا انت عاوزة تعملي المقاس الدايرة بتاعك الطول 20 سنتي والعرض 12، يبقى الطول معانا 20 سنتي، الطول 20 سنتي، عاوزة عرضها 12 سنتي، العرض 12 سنتي. ايه بقى اللي المفروض نعمله بعد كده؟ هنطرح الطول من العرض، هنطرح الطول من العرض 20 ناقص 12، 20 ناقص 12 هيساوي 8 سنتي. تمام. ال8 سنتي دول اللي هنبدأ بيهم عدد السلاسل بتاعتنا، زائد 1 اللي هي السلسلة اللي احنا بنرتفعها بتاع غرزة الحشو. تمام كده. انت مثلا عاوزة تعملي مقاس القاعدة البيضاوية بتاعتك طولها 30 سنتي، 30 سنتي، العرض بتاعها مثلا عاوزاه 15 ناقص 15 هيساوي كام؟ 15 سنتي. 15 سنتي دول اللي هتبدأي بيهم عدد السلاسل زائد 1. تمام كده. اسهل مقاس تاخديه القاعدة البيضاوية بالظبط. تمام. الحاجة التانية، القاعدة البيضاوية بنعملها مثلا هنقول 8 سلاسل اهم، 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 سلاسل دول واحدة منهم هنشتغل فيها 4 غرز حشو. ليه 4؟ القاعدة البيضاوية بالذات هتعملي في كل اتجاه ده 4 غرز حشو في نفس المكان، والاتجاه التاني 4 غرز حشو في نفس المكان. ليه 4؟ عشان تدي وسع معاكي وتكبر معاكي بسرعة. انما لو عملتيها 3 هتنيكي ترتفعي وتتزايدي، مش هتطول معاكي برضو بسرعة. امتى نعمل 3؟ هنعمل 3 لما نيجي نعمل بورتفيه. البورتفيه هنشتغل فيه في كل جهة 3 غرزة حشو، عشان ده بورتفيه بيبقى صغير وبتبدأي تعملي سطرين بس، هما القاعدة البيضاوية بتعملي بيهم سطرين وبعدين ترتفعي ببقية الشغل. تمام كده. دي قاعدة بيضاوية، وده بورتفيه. تمام. انا هسيبها لكم دلوقتي تعملوها سكرين شوت عشان تفهموا المقاس بناخد القاعدة ازاي. تمام كده. سواء قاعدة بيضاوية او قاعدة مستطيلة. القاعدة المستطيلة برضه شوف انت عاوز الطول بتاعها كام وهتبدأي عدد السلاسل. تمام كده. يلا بينا نشتغل نشوف هنعمل ايه. طبعا القاعدة البيضاوية اي خيوط عندك، الكلام ده بيتناسب مع خيوط الكليم والخيوط المكرمية والسلسلة والقطام. تمام كده. خيط الكليم متوسط السمك، وهنحتاج علامات او ماركر. لو مفيش ماركر زي ده ممكن تجيبي بنس شعر، دبابيس، مشبك، اي حاجة ممكن تعملي بالخيوط حتى لو ما عنديش كيس الماركر ده. الماركر ده انا لحد دلوقتي بتلخبط عادي، لحد دلوقتي بتلخبط برضه عشان ما انساش واعمل غرز مكان غرز. تمام كده. وهستخدم ابرة مقاس 6 مليمتر، مقاس 6 مليمتر زي ما اتفقنا. هنشتغل عقدة البداية
بأي طريقة. تمام. هنبتدي نشتغل 8 غرز زائد 1. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام كده. هنفوت الغرزة اللي بعد الإبرة واللي بعدها على طول هنشتغل فيها غرزة حشو. ادي اول واحدة واللي بعدها كمان غرزة حشو 2 واللي بعدها كمان غرزة حشو. ادي 3. اللي ما يعرفش غرزة الحشو تبقى الحلقة على الإبرة، تخش في الغرزة اللي بعدها تاخدي لفة وتسحبي، يبقى عندك لفتين، هتاخدي كمان لفة وتسحبي من الاتنين كلهم. دي غرزة الحشو لحد ما نوصل لآخر غرزة. آخر غرزة معايا هنشتغل فيها 4 غرزة حشو. تمام. أول غرزة حشو اشتغلناها دي بتعتبر الغرزة رقم 4 من اللي احنا هنشتغلهم في الكورنر ده زي ده بالظبط. تمام. أول غرزة بتبقى الغرزة الرابعة من الغرز اللي هنشتغل فيها 4 غرز حشو في نفس المكان. تمام، عشان نبقى متفقين. اخر غرزة معايا هنشتغل فيها 4 غرز حشو. ادي 1 2 3 4. تمام كده عملنا 4 غرز حشو. بعد كده هناخد خيط البداية معايا فوق الشغل، وكل غرزة حشو قصادها هنشتغل غرزة حشو كمان. ادي 1 2 3 4 5 6. غرزة رقم. تمام كده عملنا كام غرزة؟ 1 2 3 4 5 6. ال6 غرز دول بتوع غرز الحشو، دول هيفضلوا ثابتين معايا، ولا فيهم تزايد ولا فيهم تناقص. اللي احنا هتزايد فيهم هما الجنبين دول بس. هنا اول غرزة هنا اخر غرزة معايا بدأنا فيها اول غرزة اهي، دي رقم 4. عشان نكملهم هنشتغل 3 غرزة حشو في نفس المكان. ادي 1 نفس المكان، 2 وكمان 3. تمام بالشكل ده. دي كده ال3 غرز، ودي الغرزة الرابعة بتاعت غرزة الحشو. هنعمل ايه بعد كده؟ هنشتغل في اول غرزة حشو عملناها غرزة منزلقة. السطر ده بس اللي احنا هنشتغل فيه غرزة منزلقة وهنرتفع غرزة سلسلة. السطر الاول ده بس نرتفع غرزة منزلقة تحت الحلقتين اهي، وبعدين هنرتفع سلسلة. تمام كده. اول غرزة اللي معايا اللي دخلت فيها غرزة قفلت بيها غرزة منزلقة وارتفعنا بسلسلة، دي تعتبر اول تزايد هنشتغله. اول تزايد هنشتغله هنا كده من ضمن ال3 اللي احنا اشتغلناهم، 1 2 3.
ودي تعتبر الغرزة الرابعة زي ما اتفقنا. هنشتغل فيها تزايد. هنشتغل تحت، فنشتغل فين؟ مش احنا دايما بنشتغل تحت حرف الفي، تحت الحلقتين دول. تمام، بالشكل ده كده. احنا هنشتغل في حرف الفي من جوه. دي اسمها غرزة الحشو العميقة اهي. غرزة الحشو العميقة دي هي 7 اهي، رقم 7 او في. بتخش فيها كده جوه، ولازم تتأكدي انك دخلتي برضو من ورا في نفس الغرزة اهي. تمام كده. هنا رقم 8 عاملة زي 8 هي من ورا، ومن قدام 7 لازم تخش فيها. تمام كده. هنشتغل اول غرزة تزايد، ادي 1 في نفس المكان 2 اهي. لازم نتفق انك الغرزة التانية لما تيجي تعملي فيها تزايد تتأخر الاولانية كده شوية عشان تعرفي تشتغلي فيها اهي. اول غرزة عملت حرف في، الغرزة التانية جنبها عملت حرف في التاني اهو. تمام كده. بعد كده هنشتغل في ال6 غرز الجايين غرز حشو فقط، 1 2 3 4 5 6. تمام. تحت حرف الفي اهي، حرف الفي اهو. نشتغل، اتأكد ان دخلت من ورا. بصوا دخلت من ورا اهي، اديني اتأكد فيها. ادي 1، الغرزة اللي بعدها 2، اللي بعدها 3 4 5 6. تمام كده، 6 غرز حشو. نيجي بقى هنا في ال4 غرز اللي احنا اشتغلناهم في الغرزة الأخيرة. ادي 1 2 3 4. في كل غرزة هنعمل فيها غرزتين حشو. تمام. اول واحدة اهي، ادي 1. اول غرزة من تزايد في الجهة دي هنحط فيها ماركر عشان ما نتلخبطش اهو بالشكل ده كده. في نفس المكان 2 اهو. الاولانية حرف الفي اهي، والتانية اهي عشان تشوفوا تاخدوا بالكم من الشغل. بعد كده الغرزة التانية اللي بعدها نشتغل فيها اهي، حرف الفي بتاعها اهو، حرف الفي بتاعها اهو. هنشتغل فيها غرزتين حشو. نتأكد انها دخلت في الغرز. معلش اصل كانت راكبة على بعضها، نتأكد تاني. اهي اشتغل فيها غرزتين حشو. ادي 1 نفس المكان 2. تمام. الغرزة التالتة حرف الفي بتاعها اهو، كمان غرزتين حشو اهو. نتأكد انها دخلت بين الغرز. ادي 1 نفس المكان 2. الغرزة رقم 4 حرف الفي بتاعها اهو اهو، كمان غرزتين حشو.
1 2. تمام بالشكل ده. السطر الاول بقى كان 4 غرز في نفس المكان، السطر التاني عملنا فيه تزايد في كل غرزة 2، يبقى ضعفنا الغرز، ادي 2 4 6 8، يبقى هو 8 غرز. بعد كده ال6 غرز الجايين هنشتغلهم كل واحدة فيهم غرزة حشو بس. ادي 1 2 3. معلش نسيت اقول لكم حاجة، الغرزة الرابعة اللي احنا عملنا فيها تزايد، اخر غرزة هنشتغلناها دي في التزايد هنحط فيها علامة بالشكل ده كده اهو. يبقى اول غرزة من التزايد حطينا فيها علامة واخر غرزة. بعد كده هنكمل 6 غرز حشو. تمام كده يا بنات، خلاص عملنا 6 غرز حشو. هنيجي بقى في الجهة المقابلة ال4 غرز اللي هنشتغل فيهم تزايد. اول واحدة اشتغلناها تزايد دي بتبقى من ضمن ال4 غرز اللي احنا هنشتغل فيهم. تمام، اول غرزة اهي من ال4 اللي احنا هنشتغلنا فيهم في الغرزة الأخيرة 4 غرز حشو. هنشتغل في كل واحدة 2 برضو. ندخل كده نتأكد انها دخلت من ورا اهي بين الحرفين، غرزة حشو ادي 1 في نفس المكان 2. اول واحدة من التزايد تحط فيها علامة. تمام، الغرزة اللي بعد كده اهي حرف الفي بتاعها اهو، اشتغل فيها 2 غرزة حشو. واحد 2 كده عملنا تزايد 1 كده 2 4. بعد كده هنشتغل نفس الغرزة كمان غرزة حشو بالشكل ده كده. هنا عندي غرزة المنزلقة وغرزة السلسلة اللي احنا ارتفعنا بيهم وقفلنا بيهم السطر الاولاني، دول ملناش علاقة بيهم خالص. تمام، اللي احنا هنعمله ان احنا هنشتغل تحت غرزة المنزلقة دي، غرزة المنزلقة اهي، دي السلسلة. اللي احنا هنعمله ايه، ان احنا هنقفل الدايرة بطريقة مختلفة شوية. هندخل ونعمل غرزة سلسلة هنا او غرزة حشو. غرزة الحشو اللي احنا هنعملها دي ملهاش علاقة خالص بالسلاسل، هي مجرد غرزة سلسلة وبنشتغل فيها عشان نقفل الدايرة بتاعتنا. تعالوا بقى نقفل الدايرة ازاي. ندخل تحتها كده تحت غرزة المنزلقة ونسحب وناخد لفة. عندي هنا هم لفتين، غرزة الحشو مش كاملة. هنقفل السطر ازاي، هنقفل السطر في، احنا دايما بنقفل السطر تحت غرزة المنزلقة تحت حرف الفي ده، مش هنقفل خالص تحت حرف الفي، هنقفل في الحلقة الخلفية او اللوب الخلفي. خلاص هنشتغل في اللي هي اللوب الخلفي ده في اول غرزة من التزايد بتاعنا. هنشتغل نخش في الحلقة الخلفية من الغرزة ونسحب ونطلع من الغرز وناخد اللفة اللي احنا سحبناها دي هنطلعها بين الاتنين مع بعض. اتكونت معايا سلسلة، السلسلة دي ملهاش علاقة غير ان احنا في السطر الجاي قفلة الدايرة الجاية هنخش فيها ونعمل زي ما عملنا كده بالظبط. تمام كده، عاوزة تعلمي الغرزة دي من تزايد هي تبقى باينة بس هنعلمها في الاخر. تمام كده، نيجي بقى في اول غرزة حشو السطر الجديد السطر التاني او التالت. هنشتغل على طول من غير ما نرتفع سلسلة ولا منزلقة. اول غرزة حرف الفي اهي هنشتغل فيها تزايد. ندخل كده
ده كده دخلت تحت الحلقتين. هنشتغل في اول غرزة تزايد، دي 1 في نفس المكان 2. تمام. الغرزة اللي بعدها هنشتغل فيها غرزة حشو، اهو السطر الثالث هنشتغل فيه تزايد وغرزة حشو. الغرزة الأولى تزايد، الغرزة التانية حشو. هنحط بقى ايه العلامة في آخر غرزة معايا اهي بالشكل ده كده. بعد كده ال6 غرز حشو جايين هنشتغلهم غرز حشو بس. ادي 1 2 3 4 5 6. تمام كده 6 غرز حشو. اول غرزة من التزايد هنشيل العلامة وهنشتغل في اول واحدة تزايد. تزايد يعني 2 في نفس الغرزة اهي، حرف الفي بتاعها اهو، اشتغل فيها تزايد. ادي 1 في نفس المكان 2. اول واحدة هنحط فيها الماركر عشان ما نتلخبطش، والغرزة اللي بعدها هنشتغل فيها حشو بس. ادي 1. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنضاعف الغرز وهنشتغل في غرزتين التزايد دول، اول واحدة فيها تزايد واللي بعدها حشو. 1 في نفس المكان 2 واللي بعدها غرزة حشو. اهو شوفوا ما دخلتش تحت حرف بين الحلقتين من ورا اهي. دي هنشتغل غرزة حشو بس، وهنكرر لحد ما نوصل للعلامة الأخيرة تزايد وحشو تزايد وحشو. هنشيل الماركر في آخر غرزة وهنحطها تاني. هنكمل ونيجي في آخر نوصل للعلامة ونشوف هنعمل ايه. وصلت للعلامة وعملت فيها غرزة حشو. كل اللي انا اشتغلته ان انا اشتغلت في غرزتين التزايد اللي كانوا هنا، اشتغلت في اول واحدة تزايد والتانية حشو تزايد وحشو. بعد كده في 6 غرز الجايين اشتغلت في كل واحدة غرزة حشو. 1 2 3. جينا للغرزة اللي فيها العلامة هنشيلها وهنشتغل في اول غرزة تزايد. 1 2 في نفس الغرزة، اول واحدة هنشيلها هنحط العلامة. الغرزة اللي بعدها حشو. تمام كده تزايد وحشو. الغرزة اللي بعدها تزايد وحشو تزايد وحشو. تمام. ناخد بالنا ان دي السلسلة اللي احنا اشتغلناها عشان مجرد ان احنا نقفل بيها بمنظار اللي هنقفل بيها السطر، ملهاش علاقة خالص ببقية الغرز. تمام كده هنكمل نشتغل تزايد وحشو لحد ما نوصل للغرزة اللي فيها غرزة السلسلة. ادي 1 في نفس المكان 2 اللي بعدها غرزة حشو.
هنكرر الغرزة اللي بعدها تزايد وحشو. تمام، احنا عملنا كام غرزة؟ 1 2. الغرزة التالتة اهي، والغرزة الرابعة عملناها في اول السطر. تمام كده. خلاص كده يا بنات، جيت للسلسلة هنشتغل، نخش جواها عشان هنقفل الدايرة بتاعتنا اهي. اهي كده عندي حلقتين، هندخل في اول غرزة دي، اول غرزة اللي بعدها اهي، بس في الحلقة الخلفية، وهنسحب وهنطلع من التلاتة كلهم. كده قفلنا السطر التالت. السطر التالت معايا كام غرزة؟ تعالوا نعد. ادي 1 الفال علامة، 2 3 4 5 6 7 8 9. نيجي هنا اهي 10 11 12 غرزة. تمام كده. السطر اللي بعده بقى في اخر اول غرزة اللي احنا دخلنا فيها وقفلنا فيها السطر، هنشتغل في اول واحدة غرزة حشو. ده بداية السطر، اول غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها كمان غرزة حشو. الغرزة اللي فيها الماركر هنضاعف الغرز، هتبقى الغرزتين في نفس المكان. ادي 1 في نفس المكان، 2. السطر الرابع هنشتغل حشو حشو تزايد. اخر غرزة هنحط الماركر ما ننساش. بعد كده 6 غرز الجايين هنشتغل فيهم 6 غرز حشو بس. هنيجي للغرزة اللي فيها العلامة ونشوف هنشتغل ازاي. شلت الماركر وهنشتغل ازاي بقى. الغرزتين اللي فيهم تزايد دول هنشتغل في كل واحدة غرزة حشو، والغرزة الحشو هنشتغل فيها غرزتين تزايد، يعني حشو حشو تزايد، حشو حشو تزايد، حشو حشو تزايد، حشو حشو، وغرزة اللي فيها العلامة تزايد. احنا ليه كده بنشتغل كده؟ بنغير مكان التزايد، ما كنا نشتغل تزايد حشو حشو خلاص. احنا بنشتغل عشان نغير مكان التزايد، فبالتالي ما تديش الشكل الثلاثي بتاعنا او الخماسي زي ما كنا بنعمل في الشغل الدايرة بالظبط. تمام. هنشتغل في اول واحدة غرزة حشو، هنحط فيها الماركر ما ننساش. اللي بعدها غرزة حشو، واللي بعدها الغرزة التالتة تزايد. 1 في نفس المكان، 2. وهنكرر حشو حشو تزايد، حشو حشو تزايد، حشو حشو تزايد. هكمل واشوف هنعمل ايه. وبعدين خلصنا التزايد، اخر واحدة هنشيلها هنشتغل فيها تزايد، وفي الغرزة الاخيرة خلصناها نحط فيها على الماركر تاني، وبعدين هنشتغل 6 غرز حشو. تمام كده. وبعدين هنشيل الماركر ونشتغل في اول واحدة حشو حشو تزايد، حشو حشو تزايد، حشو حشو تزايد، وهنقفل الدايرة زي ما كنا بنقفلها في الاول. وصلت للغرزة اللي فيها العلامة، وهنشتغل حشو حشو تزايد، حشو، الغرزة اللي بعدها حشو، الغرزة التالتة تزايد. هحط الماركر في اول غرزة حشو. تمام كده. بعد كده هنشتغل تزايد حشو حشو تزايد حشو هنشتغل معلش هنشتغل حشو حشو تزايد، حشو حشو تزايد. ودي الغرزة السلسلة اللي احنا بنقفل بيها الشغل، ودي الغرزة الرابعة من اللي احنا اشتغلناها، حشو حشو تزايد. تمام كده.
هوصل لحد ما نوصل للغرزة اللي فيها السلسلة. ويا بنات هنقفل بقى السطر، هندخل جوه السلسلة. تمام. وهنقفل في اول غرزة من بداية السطر، ده بداية السطر على طول في الحلقة الخلفية، وهنقفل كده السطر بتاعنا. تمام كده. تعالوا بقى نقيس نشوف وصلنا لحد ايه. احنا كنا هنعمل الشنطة القاعدة البيضاوية بمقاس 20، الطول 20 والعرض 12. تعالوا نشوف المقاس. نبتدي نقاس من اول هنا كده. عندي كام؟ 19 سنتي. تمام. العرض 11 سنتي، يعني فاضل لنا سطر ونكمل المقاس المظبوط. تمام. انتوا لو حابين تقيسوا، لو حابين تزودوا عدد السلاسل، هو بس الاختلاف في عدد السلاسل الاولانية. طريقة التزايد هي مهما كان المقاس. تمام. بعد كده اول غرزة اللي احنا اشتغلنا فيها وقفلنا فيها الدايرة هنشتغل فيها تزايد. اول غرزة هنشتغل فيها تزايد. ادي 1، نفس المكان 2 اهو. التلاتة اللي بعد كده كل واحدة فيهم غرزة حشو. ادي 1 2. شيل الماركر، يبقى التالتة. حط فيها الماركر تاني. تمام. الستة اللي بعد كده حشو بس. وصلت للغرزة اللي فيها العلامة، هنشتغل اول واحدة تزايد زي ما اشتغلنا هنا، تزايد حشو حشو حشو. تمام. تزايد 1 2 في نفس الغرزة. اول واحدة احط فيها الماركر، وبعدين في التلاتة غرزة جايين كل واحدة فيهم غرزة حشو. 1 2 3. يعني تزايد حشو حشو حشو، تزايد حشو حشو حشو، تزايد حشو حشو حشو. تمام كده لحد ما نوصل للغرزة اللي فيها العلامة. وبعد كده ال6 غرز حشو جايين هنشتغلهم، وبعدين هنشتغل دي مع بعض. خلاص كده يا بنات وصلت للعلامة. كل اللي انا اشتغلته اللي انا وقفت عندكم لحد هنا وكملت تزايد حشو حشو حشو، تزايد حشو 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 لحد ما وصلت للعلامة. بعدين اشتغلت 6 غرز حشو اساسيين. هنكمل السطر بقى وهنشتغل اول غرزة تزايد، نحط فيها الماركر، في نفس المكان كمان واحدة غرزة حشو. بعد كده تزايد، والتلاتة اللي بعد كده كل واحدة فيهم غرزة حشو. 1 2 3. تمام. بعد كده تزايد، واللي بعد كده حشو حشو حشو. تمام. فاضل معايا غرزة
ادي كده تزايد، اول واحدة تزايد، واحد في نفس المكان، اتنين، تلاتة. اللي بعد كده غرزة حشو، واحد، اتنين، تلاتة. هنقفل السطر بقى بتاعنا، خلاص ده اخر سطر معانا. لو حابة تزودي عن كده هقولك هنعمل ايه دلوقتي. دي السلسلة اللي احنا هنخش فيها، مجرد بنقفل السطر وندخل في اول غرزة الحلقة الخلفية اهو. خلاص كده اهي، احنا خدنا قفل السطر، عملنا فيديو لكذا طريقة لقفل السطر الدايرة، او هي نفس قفل القاعدة البيضاوية بالظبط، خدناها بكذا طريقة، هنزلها لكم تحت في صندوق الوصف تشوفوه. تمام، تعالوا بقى نقيس، شوفوا الطول بتاعنا قد ايه. اهي طول بقت معايا 22 سنتي، زادت عشان ايه؟ عشان سمك الخيط الكريم مش زي بعضه، لو كان زي بعضه كان عمل غرزة كان 20 سنتي، مش مشكلة عادي. تمام، مفرقتش يعني كتير. نيجي نشوف العرض اهو، عرض 12 سنتي بالظبط، الطول بس هو اللي زاد شوية اهو، 22 سنتي، مش مشكلة. كده نكون خلصنا عمل القاعدة البيضاوية بتاعتنا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا بنزله. تمام كده، عاوزاكم تساعدوني باللايكات عشان الفيديو يرتفع وكله يشوفه. تمام كده، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.